أصوات مميزة نسمعها دائما في الإذاعة والتلفزيون، كانت ترافقنا في كل منبر من منابر حياتنا منذ أن كنا صغارا، بداية بأفلام الكرتون والبرامج الترفيهية، إلى الوثائقيات والأخبار وربما الشعر. أصوات لم تغادر مسامعنا ولو أن أصحابها غادروا هذه الحياة. اسمع أيها الإنسان وشاهد وتمعن أيها الموصوف بالعقل والحكمة. الحياة معجزة ظهرت منذ 4 مليارات من الأعوام، ونحن بنو الإنسان لم يمض على وجودنا سوى 200,000 من الأعوام. صحيح أن المسيحية دخلت مصر في عهد الرومان، إذ يقول الأقباط إن العائلة المقدسة زارت مصر وشرب المسيح من هذا البئر بكنيسة مريم العذراء. لكن تعصب الرومان لمذهب الثالوث جلب على مصر أسوأ فصول الاضطهاد، ولم يخلصها منه إلا الفتح الإسلامي العربي عام 639 للميلاد. نقل قائد المسلمين العسكري عمرو بن العاص عاصمة مصر من الإسكندرية إلى هنا في الفسطاط. في أطراف الصحراء مدن هادئة لا يعكر صفوها منغصات الحياة ولا تقلبات الزمان. ولا يشق سكونها سوى صوت مؤذن من هنا أو هناك. كورفورستندام، أحدث جادات برلين وأرقاها. قبل 30 سنة تعرض ألمانيا على أنها أمة لا تزال تعاني المحن. نصب تذكاري يخلد ملايين الضحايا في الحرب العالمية الأولى. مارلين ديتريش تغني أغنية الملاك الأزرق في برلين. ألكسندر بلاتز. إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. واليوم نستوعب بعض صوره التي ما كان لنا إدراكها لولا التطور العلمي وازدياد مدارك البشرية. ففي حلقة اليوم نبحث نظرية الكون المتمدد، وهي أكثر النظريات العلمية انتشاراً وقبولاً في الوسط العلمي. قصر ويستمنستر لندن في 28 من يونيو عام 1982. زعيم القوى العظمى الغربية الرئيس الأمريكي رونالد ريغان كان في زيارة للمنطقة، الهدف منها إعلام البرلمان البريطاني عن تصوره لموضوع سقوط الإمبراطورية السوفيتية. توقع نشوب انفجارات في أوروبا الشرقية. أوضح أن بولندا، والتي كانت تعاني من مشكلة الثورة واسعة النطاق، ستكون أول نقطة في ذلك الانهيار. وصل ريغان إلى بريطانيا مباشرة بعد لقاء جمعه مع البابا جون بول الثاني، والذي صرح له بالدور الفعال والخفي للفاتيكان في الحركة البولندية والتي كانت تهدف إلى إنهاء الشيوعية. عثر المحققون على خردق أطلق من سلاح عياره 12 ملم، وعثروا أيضا على رصاصات فارغة من عيار 45 و223 ملم، وكان هذا لافتا للنظر. كان الرجلان المقنعان قد ارتكبا جريمتي سرقة عنيفتين، لكنهما لم يتركا أي دليل حول هويتهما، إلا أنهما لم يحصلا على أي أموال من جراء سرقة وين ديكسي، وكان المبلغ الذي جمعاه من مطعم ستيك أند إيل قليلا، لذا سيتابعان محاولاتهما. أقل فعالي بل هو أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أم لم أنا الجد. سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد. ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا اشتدوا،
قليل إذا عد. مع حبك ليس لدي شيء أربحه يا سيدتي، فقد ملكت كل شيء. منذ 1000 عام امتلكت كل الأشياء دفعة واحدة وإلى الأبد. وها هو قلبي معلق عاريا فوق ساحات الحزن والفرح، وعيناي ترتاحان في عيون الناس، والطفل حبيبك تحت أجفاني يغفو بهناءة كبرى. حكاية هذا الكتاب غريبة، تحدثنا عن حطبة تحولت إلى دمية، ومن دمية تحولت إلى صبي. بدأت الحكاية حين تناول أنطونيو النجار حطبة من زاوية منجرته. لم تكن تلك الحطبة تختلف عن سواها من الحطبات، ولكن لم يكد أنطونيو يرفع فأسه القاطعة ليضربها حتى سمع صوتا ضعيفا غريبا يقول: اخترت هذا الفندق لأنك قلت لي إنك ستغير اسم القاعة إلى غرفة ناكاماتس، وهذا ضروري للغاية بالنسبة لي. ما فائدة إقامة الحفل هنا إن لم تطلق اسم ناكاماتس على القاعة؟ سنذهب إلى المقهى. هذه بطاقة العمل الجالبة للحظ. شكرا. أتعيشين في الجوار؟ نعم. وهذا نادي المعجبين بناكاماتس. وهذه الثلاث. حسنا، تفضلي. شكرا لك. أتمنى لك العيش طويلا ومزيدا من الاختراعات. المعرفة بين يديك.